بدكن اياها كوكيز ولا كب كيك؟ الاثنين اطيب من بعض، لا تقولوا لي. عملناها اليوم بعجينه واحده بس باضافه بسيطه، فشوفوا الوصفه واغلبكم بيعرفها لانه كمان من وصفاتي القديمه. ولا تنسوا شير ولايك وتعليقات، احسن ما ضب اشتي واطلع من السوشيال ميديا ها رح احرق. والوصفه مثل العاده ما بدها شيء، 125 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، ونقوا زبده ظريفه لانه كل النكهه بالزبده وما تكون دايبه. انتبهوا درجه حراره الغرفه يعني ماسكه حالها، شايفين؟ رح ضيف عليهم نص كاسه سكر بني، اقلبهم مع بعض لحتى تندمج السكر مع الزبده مزبوط. رح ضيف عليهم بيضه مع نص ملعقه طعام فانيليا ونقلبهم مع بعض. يعني شايفين ما اسهل الوصفه؟ ولا اسهل من هيك. وانزل عليهم كاستين طحين مع ملعقه طعام بيكنج باودر، اخلطهم بالسباتولا لحتى يندمجوا تمام. المهم الدمج، اهم شيء الدمج بهالوصفه. وبعد ما صارت العجينه عنا هيك بدي اقسمها لنصين. ولعجينه الكوكيز بدي اضيف كميه منيحه من الشوكليت شيبس، يعني شي كمشه. وكمان بحب خلي شوكولا حليب مقطعته، هي طيبه بالشوكولا دللوها، لكن سخو عمره ما حدا يراد. وهلا صينيه فرن بدي خلي عليها ورق زبده واشكلها بسكوب تبع الدندرمه. لازم العجينه تكون ماسكه، شايفين شلون؟ يا سلام. نص العجينه طلع معي 9 حبات كوكيز، شايفين؟ تعالوا انتوا ليش نخليكم. وهلا بدي ادخلهم على فرن مشغل من الجهتين على درجه حراره 180، وبياخذوا معنا من 10 ل 12 دقيقه. وكل مين وفرنه انا مدخلنيه، خلي عينك عليها. وبين ما يستوي عنا الكوكيز خلينا نجهز نص العجينه الثانيه للكب كيك. وكمان ما بدها شيء، بدي دوب ملعقه كاكاو بنص كاسه مي مغليه واضيفها على العجين بالتدريج. يعني في اسهل من هيك؟ والمي المغليه عنا هون رح تعزز نكهه الكاكاو ورح تعطي رطوبه للكيك. وبتكنيك بسيط حولته من كوكيز لكب كيك. شايفين ما احلاها؟ وكلياتنا بنحبهم الاثنين، حتى اولادنا كثير بيحبوهم. شوفوا لي القوام ما احلاها. وهلا بدي فضيه على كيس حلواني، ولا تخلوا فيها ولا نقطه، لشو البعزقه. وهلا بدي فضي الخليط بقالب او كاسات كب كيك وعبوهم لثلاث ارباع لانه بتنفش الكب كيك ها. وطلعوا معي 5 كاسات كبار. وهلا زينها كمان بشوكليت شيبس، يلا ندللها بشويه شوكليت كمان، ضل عنا شوي من القالب. وادخلها على فرن مشغل نفس الشيء على درجه الحراره 180 من الجهتين، بس هي بتاخذ عنا 18 دقيقه لانه كيك بده يستوي. وكل مين وكملوا انتم. وهذا الكوكيز طلعناها من الفرن، وشوفوا لي على هالمنظر، ولا الريحه اللي طالعه ولي على قلبي شيء بيغوي بالقلب. وهيك شكلها تمام. وفي ناس بتحب انها تكون ارق اول ما بتطلع من الفرن وهي سخنه، بتعملوا لها كبسه خفيفه مو تمعسوها معا. وطلعنا كمان الكب كيك من الفرن، وشوفوا لي ما احلاهم، ما يبلشوا مكتكتين. وهدول عملتهم مشان عيد ميلاد سجوده، فلا تنسوا تعيدوا بالتعليقات. وان شاء الله الف صحه وهنا.